السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بالبنات الجداد اللي انضموا للقناة، ومرحبا بكم كاملين ان شاء الله تعجبكم القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير الملوي، ولكن الملوي ديال القمح، مع انه سبق وقديت معكم ملوي عادي بالسميده. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كنتمنى انكم تجربوه، اكيد غادي يعجبكم. بالنسبه للبنات اللي ما كينجحش ليهم الملوي، متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم. فدوزو ان شاء الله الملوي ديالنا اليوم اللي هو بدقيق القمح الكامل. كنت طحنت هاد الزرع البنات مباشره، يعني كيكون زرع حب، يعني مازال حبوب عاد كطحنيه، يعني كيكون زوين زوين، ما زدت معاه حتى شي حاجه ديال الفورس، فغير دقيق بوحدو. غير بلتو خليت النخاله ديالو هي اللي غادي نورق بها، اولا غادي نقرص بها ان شاء الله. فبالنسبه للمكونات غادي نحتاج هنايا واحد الكيلو ديال الدقيق ديال القمح كامل بطبيعه الحال مغربل مزيان. كنحتفظوا بالنخاله ديالو اللي كتكون بطبيعه الحال رقيقه كيف ما كتشوفوا. غادي نحتاج الزيت باش غادي نقرصو، وغادي اولا باش غنطلقوا العجينه. وعندي الزبده اللي سبق وصايبتها ان شاء الله، غادي ننزل لكم الوصفه ديالها كيفاش صايبت الزبده في الدار. فبغيت الفكره انه يكون 100% زعما طبيعي. ف وعندي سنيده والملحه وشويه ديال الخميره ديال الخبز، واحد نص معلقه صغيره. فبالنسبه للسنيده يمكن لكم البنات تعوضوها بالعسل، او معلقه كبيره ديال العسل باش هكا يكون صحي. فكاين البنات اللي كيقرصوا بزيت الزيتون والزيت النباتيه مخلطين، فانا تفاديت ندير زيت الزيتون لانه من بعد غادي نطيبوهم كيتاكسد هذاك زيت الزيتون ويطلق الدخان. فحاولوا ديروا غير شويه ديال الزيت النباتي، وبطبيعه الحال غنحتاجوا الماء الدافئ. ففي العجانه درت الدقيق ديالي، ضفت ليه كل المكونات الناشفه الا النخاله بطبيعه الحال والزبده والزيت، خليتهم على جنب حيت هما اللي غادي نقرصوا بهم. وكنضيف الماء تدريجيا كيف قلت لكم. كاين لكم تعوضوا السنيده بالعسل، معلقه كبيره ديال العسل، فانا درت غير سنيده هنايا، ما بقاش صحي يقولوا لي. فهادشي اللي كنزيد الماء دافي كيف قلت لكم تدريجيا. العجينه ديال الملاوي كيف كتعرفوا ما خاصهاش تكون جاريه اولا سايحه بزاف ولا كتلصق، كتدلك مزيان وما كتبقاش قاصحه، فالقوام ديالها كيبقى رطب، لانه كنديروا بحساب اننا غادي نخليوها من بعد ترتاح وغادي تزيد ترخف، فما نرخفوهاش اثناء العجن. فصراحه ما كرهتش تكون عجنت في القصعه وبيدي، للاسف انا عندي مشكل في المعصم ديال اليد ديالي، فهذا علاش ما عجنتش. ف هادشي اللي كاين، غنخليها تعجن مزيان مزيان ونرجعوا ان شاء الله.
من بعد ما دلكات العجينه ديالنا مزيان مزيان وخليناها كترتاح واحد المده تقريبا ديال نص ساعه حتى ساعه الا ربع حسب الجو، وغطيناها ومن بعد عاود شكلناها كويرات خليناها ترتاح مره اخرى. فالبنات الا ما درتوش الخميره فصراحه العجينه عاده مثلا الا كنت باغا نديرها للصباح او للفطور كنعجنها بالليل بلا خميره بلا حتى حاجه، وكنشكلها هكا قريصات وكنغطيها بالبلاستيكه وكندخلها للثلاجه، كنخليها حتى للغد عاد كنشكلها، فكتاخد الوقت الكافي وكترتاح كتجي مرخوفه وكتعطيكم الطعم حتى فاش كتكونوا كتقرصوا فيها. ولكن ما تضيفوش الخميره كنأكد عليها. فهاد الطريقه هذه كتخلي العجينه كتجي زوينه بزاف وكتجي يعني كتعطيكم الطعم، غير كتبداو تقرصوا فيها كتمشي معكم مباشره. او العكس ممكن تعجنوها في الصباح الا كنتو باغينها في العشيه وتخليو لها الوقت الكافي فين تطلق. فدابا كيف شفتوا هاد الكويرات دهنتهم بالزيت وغطيتهم ببلاستيكه وغطيتهم بهاد الزويف، وغادي نخليهم كذلك يرتاحوا مره اخرى ونبداو ان شاء الله باول وحده. كندهنوا سطح العمل اولا فوق البوطاجي كندهنوا واحد شويه ديال الزيت، وكنطلقوا الكويره ديالنا وكنحاولوا نبسطوها بزاف حتى كيبان لينا انه العجينه ولات شفافه، وكنشوفوا سطح العمل باش هكا كتجي الملوي كيجي مورق وما كيجيناش معجن من الداخل وفيه العجينه. فحاولوا نورقوها مزيان. كندهن شويه ديال الزبده، هاد الزبده البنات راني صاوبتها في الدار ان شاء الله، كان عليا ننزل لكم الفيديو قبل من الملوي ولكن ماشي مشكل غنخليها لكم من بعدو ان شاء الله. فكتجي زوينه وكنضيف لها واحد الاضافات، فدوك الاضافات اللي كنزيد الزبده غادي نخليها لكم ان شاء الله في الفيديو المقبل. فكندهن شويه ديال الزبده، كنرش شويه ديال الزيت النباتيه، وبطبيعه الحال كنديروا النخاله هي اللي كنورق بها في بلاصه السميده ولا شنو، ما زدت ليها لا خميره الحلوه لا حتى شي حاجه، غير النخاله بوحديتها اللي كتكون رقيقه بطبيعه الحال، ماشي النخاله الغليظه اللي كانت غليظه كتبقى يعني كتقدر توحل يعني كتكون صعيبه. فهذا الشيء اللي كاين. كنحاول نطوي العجين ديالي على 3 طيات اولا باش نقربكم من الفكره بحال ملي كنبغيو نطويو المسمن اللي كيكون مربع، فكنزيدو طيه وحده يعني نطويو المره الاولى والثانيه والثالثه، فما بين طيه وطيه كندير واحد شويه ديال الزبده وكنرش كذلك بالنخاله. فكنستمر بهاد الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. اللي ما فهمتش هاد الطريقه غادي نخلي لكم الفيديو ديال الملوي العادي في صندوق الوصف باش تفهموها اكثر.
من بعد ما ساليت من تشكيل ديال الملاوي كيف ما كتشوفوا غادي نخليهم بطبيعه الحال يرتاحوا مره اخرى، وضروري خاصنا نغطيوهم بشي بلاستيكه باش ما كيضربهمش لنا البرد وكتكون فيهم هذيك القشره من الفوق. فانا خليتهم لواحد المده تقريبا ديال ربع ساعه هكا. مشيت تسخرت جبت شي حاجات خاصيني، عاد جيت وبديت كنقرص فيهم. فبطبيعه الحال كنبداو بالاولى اللي قرصناها، وغادي بحال هكا تنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. وهنايا بديت كنطيب فيهم. بالنسبه للبنات اللي سولوني على المقله واللي غادي يسولوني على المقله اللي كنطيب فيها البطبوط وكذلك حتى المسمن والملوي، فصراحه رائعه ونفعاتني، وحتى الحرشه حتى هي كنطيبها فيها. هذه البديل ديال المقله ديال الوجده بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش، حتى انا ما عنديش. ولقيت هذه في هوم جودز، وكاينه حتى في تي جي ماكس، وكاينه في مارشلز اوروس. دائما كنشوفها متوفره فيهم. ان شاء الله لا مشيت هذه المره غادي ندير لكم فيديو للماركه ديالها باش تشوفوا النوعيه ديالها وتاخذوا بحالها. فهادشي اللي كاين. كنستمر في الطهي ديال الملوي ديالي. فاش كنحطوه مباشره كنحسبوا ليه غير واحد شويه، غير كيشد راسو، ما كنخليوش يطيب تماما، غير كيشد راسو كنقلبوه للناحيه الثانيه. صافي هادشي اللي كاين حتى كنستمروا في الطياب ديالو كامل. وكنسالي الكميه كامله اللي عندي، وبطبيعه الحال كنكونوا دايرين حدانا واحد الطبق ولا شي طبسيل ولا شي زويف باش اللي طيبناه نحطوها تما. من بعد ما كيبردوا واحد شويه غير كيدفاو كنحلوهم كنضربوهم من الجناب باش يتحلوا من الوسط وكيجيونا مورقين. فصراحه البنات كيف ما كتشوفوا كيجيو الشكل ديالهم زوين، وخاصه انهم صحيين وشي حاجه صحيه ديال القمح مع النخاله سلام. وإلا كانت شي زبده بلديه كتجي زوينه. الناس ديال الباديه كيديروا السمان والزبده بلديه كيجي داكشي روعه. فنتمنى انه الوصفه تكون عجباتكم. الى عجباتكم بطبيعه الحال تشاركوها مع صحاباتكم او جربوهم، لكم الاختيار. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على دقيق القمح الكامل، يمكن لكم تاخذوه من ريستورون ديبو بالنسبه للبنات اللي عندهم الكارطه. اللي ما عندهمش راه كيتباع دقيق القمح الكامل فول مات اللي بغيتو. خلاص بنات المغرب ما يحتاج انني نقول لكم فين غتلقاوه، راه عندنا الخيرات ما شاء الله في المغرب كنفتقدوها حنا الناس اللي في الغربه، كنعرفوا قيمتها حتى كنخرجوا البلاد ديالنا. فبلا ما نطول عليكم اكثر، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله وصفات جديده ومتنوعه ان شاء الله في الطريق. فنتمنى انكم تشجعوني وتشتركوا في القناه ديالي. شكرا لكم بزاف على تعاليقكم الرائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.